بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ردا على موضوع الحيوان اللي ما يعرفش أهل الصعيد. أهل الصعيد بيتمتعوا بحرارة الدم والشرف والكرامة منذ فجر التاريخ، ومدينة طيبة تعرف الشرف والكرامة. جميع أهل العلم، عباس محمود العقاد، طه حسين، وغيره وغيره وغيره، رجال الفكر والأدب من وجه إبلي، مدينة طيبة، صعيد مصر. مدينة منف أهل فن، منهم عبد الحليم حافظ من الشرقية قرية الحلوات. سيدة الغناء العربي أم كلثوم من السنبلاوين. الفنانة شادية فاطمة شاكر من المنوفية. إذن هذا الإنسان الحيوان الذي أخطأ في حق الصعيد، صعيد مصر ورجال صعيد مصر، ما هو إلا إسقاط عما حدث له في بيئته، إسقاط لما حدث له في بيئته، وبناء عليه أسقط على أهل الشرف والكرامة إن نسائهم عاهرات، والواحد فيهم لما بيسافر مراته بتلعب بديلها. الصعيد ليه عاداته وتقاليد. عاداته وتقاليده أن لو واحدة عندهم انحرفت حل قتلها، ولكن هذا المعتوه الحقير بيسقط ما حدث له في منزله أثناء غيابه أو أثناء سفره على من هم أشرف منه. هذا المخلوق الحقير الذي يدعى، مش عاوز أقول اسمه، السبكي ولا الزفت ده، جاهل تمام الجهل بمعرفة أهل صعيد مصر، رغم أن أهل صعيد مصر يتمتعون بحرارة الدم والشرف والكرامة. يختلفون عن غيرهم من بلاد العالم، وأنا زرت بلاد كثيرة وعرفت سيكولوجيات وسلوكيات ناس كثيرة، إلا أن أهل الصعيد دون غيرهم يتمتعون بالشرف والكرامة. أيها الحيوان الجاهل التي لا تعرف شيئا على الإطلاق، وإنما تسقط ما حدث لك في منزلك على من هم أشرف منك ومن اللي جابوك.